السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب بنحل اكزام 4 في الفاينل ريفيجن لتاني اعدادي الترم التاني. طيب first question او first group choose the correct answer. Question number 1. If the slope of line passing through A and 3, B 2 and the second point 2 and B equal half. Find the value of A. Find the value of A. طب هنا مش مديني ايه؟ مش مديني عايز الاسلوب دايركت، تمام؟ طيب نعمل ايه؟ نجيب الاسلوب اكننا بنجيبه عادي خالص. اللي هو فراكشن داش ماينس فوق ماينس تحت واي فوق اللي هي بي ماينس 3 والاكس تحت. احنا قلنا ايه؟ بي ماينس 3 يبقى 2 ماينس بي. كل الكلام ده ايكوال هاف. طب طالما احنا كتبنا كده يبقى اكيد ايه؟ يبقى اكيد يا مستر هنعمل كروس مالتيبليكيشن. عشان احنا عايزين مين؟ عايزين نجيب فاليو اوف ايه؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن اللي هو مقص، يعني هيبقى 2 بي ماينس 3 ملتبلاي 2 ايكوال 6 ايكوال 2 ماينس A. 2 ماينس A عملناها ملتبلاي 1 بقت 2 ماينس A زي ما هي. طيب تمام. بعد كده عايزين احنا مين؟ عايزين ال A. خلاص ننقل ال 2 الناحية التانية. هيبقى 2 B ماينس 8 ايكوال نيجاتيف A. مستر احنا مش عايزين نيجاتيف A، احنا عايزين A. خلاص نغير الاشارات ديت، هيبقى نيجاتيف. هنغير الاشارات ديت هتبقى 8 ماينس 2 بي، يعني ال 8 اللي كانت نيجاتيف بقت بوزيتيف 8 وال 2 بي اللي كانت بوزيتيف خليناها نيجاتيف 2 بي. نختار لتر بي 8 ماينس 2 بي. Question number 2. The sample method is suitable for all the following except. تمام؟ فهنا بنختار ايه يا شباب؟ simple method is suitable for all the following except. كلهم ينفعوا. السمبل ميثود طريقه العينات يعني كلها تنفع للتشيك فاكتوري برودكشن والديزرت ساند والبلاد تيست ما عدا النو اوف ذا بوبيوليشن. طيب next question number 3. which of the following numbers are proportional. مين في دولت proportional يا شباب؟ هو قصده كده ايه؟ قصده كده ايه يا عبد الرحمن؟ كونتينيود ولا بروبوشنال عادي؟ كونتينيود. قصده كونتينيود. قصده ايه كونتينيود؟ لو قلنا 3 بس. طيب في الكونتينيود يا زيد بيكون ايه الرول بتاعت الكونتينيود؟ يعني 3x هتبقى 3 ملتبلاي 5 اوفر ايه؟ ايوه برافو. يعني الميدل باور 2 ايكوال الفيرست في الثيرد. المفروض الميدل باور 2 هنا بكام؟ 36. الفيرست في الثيرد بكام؟ 2 ملتبلاي 4 8. طب هل ال 36 قد ال 8؟ يبقى ده مش بروبوشنال خلاص. طب نشوف حاجه ثانيه. ده 25. 3 ملتبلاي 8 ايكوال وات؟ ايكوال 24. لا اسفين ما ينفعش. طب 9 81. 3 ملتبلاي 27 81. يبقى فعلا هي دي الاجابه الصحيحه. الاكس ايكوال 2 ونمبر اوف واي ايكوال 2. يبقى نمبر اوف اكس برودكت واي هيكون برضو كام؟ هيكون 2 لان نمبر اوف اكس 1. نمبر اوف اكس كده ايكوال 1 ونمبر اوف 2 اوف واي ايكوال 2. يبقى لما نعملهم برودكت مالتبلاي بعض هيطلع ب 2. question number 5 بيقول لي هنا يا شباب if the distance between 2 point 3 and 2 والبي والاي x and 0 equals 2 root 5. طيب هنكتب الرول بتاعت الايه ديستانس بتوين 2 بوينت. نكتب الرول بتاعت الديستانس بتوين 2 بوينت اللي هي بتاعت الروت الكبيره الحلوه. هيبقى روت ونقول براكت بلس براكت سكوير ماينس وبعد كده الاكسات في البراكت الاولاني والواي في البراكت الثاني. يلا هنا مثلا نقول ايه؟ اكس ماينس 3. يا مستر كنا عايزين نقول 3 ماينس اكس. يا عم عادي ما تفرقش. طب هنا المفروض بقى نقول 0 ماينس 2 ولا تفرق معاك برضه، قول 2 ماينس 0 عادي. لكن الشرط الترتيب فين يا شباب؟ في الاسلوب. خلي بالك في الاسلوب لازم تخلي بالك من ايه؟ من الترتيب. هنا 2 روت 5
طيب يعني معنى كده ان الروت بتاع الاكس ماينس 3 باور 2 بلس 4 جت منين 4؟ 2 ماينس 0 2 سكوير ب 4 ايكوال 2 روت 5. مستر الروت ده مضايقني عايزين نخلص منه. خلاص اعمل سكوير للتو سايدز، اعمل سكوير للتو سايدز. في السكوير لما السايد الاولاني هيبقى اكس ماينس 3 باور 2 بلس 4، والسايد الثاني لما نعمله باور 2 هيبقى 20. ايه اللي عرفك يا مستر 2 سكوير ب 4 وروت 5 سكوير ب 5؟ 4 ملتبلاي 5 ب 20. اوكي احنا عايزين بقى نعرف الاكس ايكوال وات. خلاص ممكن ايه ننقل ال 4 الناحيه الثانيه باكس ماينس 3 باور 2 ايكوال 16. ايوه يعني معنى كده ان اكس ماينس 3 ايكوال 4 او اكس ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 4. طب لو كانت ب 4 يا مستر يبقى ايه الوضع هنا؟ الاكس هتبقى ايكوال 7، ولو كانت بنيجاتيف 4 هتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1. يبقى الاجابه 7 اند نيجاتيف 1. Question number 6 بيقول لي what is the solution of inequality 2x minus 3 greater than 1 and smaller than or equal 5. طيب first step we are cancel the negative 3. هنكنسل negative 3 ديت، هنعمل هنا بلس 3 وهنا بلس 3 وهنا بلس 3. يعني هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره عن ال 2x greater than 4 smaller than or equal 8. طب احنا يا مستر مش عايزين 2x، احنا عايزين x واحده بس. هنعمل ديفايد 2 هتبقى between 2 and 4. طيب مين اللي اوبن ومين اللي كلوزد؟ هنا اوبن هنا كلوزد. greater than تبقى اوبن، smaller than or equal تبقى كلوزد. طالما فيها or equal تبقى كلوزد، ما فيهاش or equal تبقى ايه؟ اوبن. يبقى نختار 2 and 4. طيب question number 7 what is the diameter length؟ عايز الديامتر. طب يا مستر الاريا بكام؟ 36 باي. هو مديني هنا ايه؟ الاريا. طب لو كتبنا الرول بتاعت الاريا اللي هي باي ار باور 2 ايكوال 36 باي، كتبناهم قصاد بعض بس، كتبناهم قصاد بعض بس. طب مين اللي هيروح مع مين؟ الباي مع الباي، باي باي طبعا. يبقى ار باور 2 ايكوال 36، يعني ار بس ايكوال 6. نختار ايه؟ 6. استنى يا مستر ده بيقول انا عايز الديامتر، نركز في كل كلمه احنا بنقراها. يبقى نختار ال 12. طيب بيقول لي هنا يا شباب question number 8 a over 5 equal b over 3. دلوقتي عشان هي مساله في المالتيبل تشويس نقدر نعوض على طول بالاي 5 والبي ب 3. فنقوم قايلين 5 بلس البي اللي هي ب 3 اوفر الاي اللي هي 5 ماينس البي اللي هي ب 3 تطلع فوق 8 تحت 5 ماينس 3 equal 2. 8 over 2 equal 4. نختار 4. last question in multiple choice f of x equal 4 minus x. he want f of negative 4. f of negative 4 substitute by negative 4 replace with x. يعني 4 minus negative 4 equal 8. يبقى الإجابة 8. وكده خلصنا المالتيبل تشويس. ندخل بقى على الأسئلة اللي هي السي بروبلم. عندنا طبعا زي ما انتم عارفين يا شباب عندنا 7 السي بروبلم. نمسك اول ايه؟ اول question نمبر 1 بيقول لي f3a minus 4b over 3b minus 4c equal 4b minus a over c minus b. prove that ان ال b is mean of proportion between ال a and c. نفكر كده شويه، يعني عايز يثبت ان الكلام ده continued proportion. طيب انا ما قداميش اي حل غير ان اعمل كروس مالتيبليكيشن وبعد كده اشوف ايه الدنيا هتمشي معايا ازاي. يعني هنا الباكج الكبير الحلو ده على بعضه كده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن وبعد كده هنشوف ايه اللي يحصل، يمكن يطلع لي مفاجاه ولا حاجه. طيب يلا بينا نشوف يا مستر السؤال ده بيكون ماشي ازاي. 3a minus 4b over 3b minus 4c equal b minus c
اوفر سي ماينس بي. طيب نعمل كروس مالتيبليكيشن يا شباب بالمنظر ده كده. هيكون 3a ماينس 4b ملتبلاي، ركز يا يوسف يا حماده البورد هنا، ايكوال 3b ماينس 4c ملتبلاي b ماينس c. طيب هنا قلنا 3a ماينس 4b في c ماينس b ايكوال 3b ماينس 4c في b ماينس ال a. ونعمل يلا يا شباب الملتبلاي بتاعنا العادي. من اول هنا رجعنا تاني لاولى اعدادي، من اول هنا يا شباب رجعنا تاني لاولى اعدادي، يعني الاكسباند بتاع البراكت ده احنا واخدينه كله في اولى اعدادي. فنعمل ايه؟ 3a ملتبلاي c هيبقى 3ac، بعد كده 3a ملتبلاي b يبقى ماينس 3ab ماينس 4b في c 4bc بلس، لان ماينس ملتبلاي ماينس بلس 4b باور 2. برافو يا ابراهيم. ايكوال 3b باور 2 ماينس 3ab ماينس 4bc بلس 4ac. تمام. طب يلا يا مستر بينا كده نشوف ايه اللي يطلع مع مين. عندي 4bc هنا و4bc هنا مع بعض، مع السلامه. يلا 4bc و4bc مع السلامه. عندي 3ab و3ab زي بعض بالظبط، مع السلامه. الموضوع بدأ يقل اهوت. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ كنا احنا منتظرين مفاجأة كده تحصل معانا ولا حاجة. هيبقى 3ac بلس 4b باور 2 ايكوال 3b باور 2 بلس 4ac. طب يلا يا مستر نجيب البي سكوير مع بعض ونجيب الاي سي مع بعض. يلا هيبقى 4b سكوير ماينس 3b سكوير ايكوال 4ac ماينس 3ac. 4b سكوير ماينس 3b سكوير بي سكوير واحده بس ايكوال 4ac ماينس 3ac باي سي واحده بس. خلاص يا مستر كده خلصنا. البي سكوير ايكوال اي سي، يعني معنى كده ان البي از مين اوف بروبوشن، هنس بي از مين اوف بروبوشن between ال A and C. ده كان question number 1 في الاساي. question number 2 بيقول لي ال AB greater than AC، ده اكبر من AC. طيب وبيقول لي BD bisect، ال BD بيقسم الانجل دي نصين، والسي دي bisect، السي دي برضه بيقسم الانجل دي نصين. اثبت لي بقى ان BD ده اهو جريتر ذان سي دي ده. تمام. عايزين نثبت ان بي دي ده اكبر من سي دي ده. ما هي باينه يا مستر خلاص، اهي واضحه النهايه بقى. طبعا ما ينفعش الكلام ده، يعني ما ينفعش نقول باينه ومش باينه والحاجات دي. امال نعمل ايه يا مستر؟ لازم نقول بقى يا شباب اول حاجه سنس ان الاي بي جريتر ذان اي سي، يبقى معنى كده الاوبزيت انجل اللي هي دي كلها على بعضها برافو اكبر من الايه؟ من الانجل ديت، يعني انجل اي سي بي هتكون جريتر ذان اي بي سي. طيب نكتب يلا، هنقول سنس ده question number 2. هنقول سنس ان AB greater than AC therefore measure angle ACB greater than measure angle ABC. ادي اول جزئيه. وسنس هننقل بس هننسخ الحته دي بس اللي هو بي دي بايسكت وسي دي بايسكت اهي. ليه؟ عشان نقول ان هاف الانجل الكبيره اكبر من هاف الانجل الصغيره. ما احنا قلنا عندنا واحده كبيره وعندنا واحده صغيره، فاكيد هاف الكبيره اكبر من هاف الصغيره. تمام؟ طيب فهنقول بعد كده يا شباب قلنا ايه؟ قلنا سنس ان بي دي بايسكت، نبدا بالسي دي احسن.
bisect angle ACB and CD BD بقى المرة دي BD bisect angle ABC, therefore measure angle DCB greater than measure angle DBC. طب الميجر انجل يا مستر دي سي بي اكبر من دي بي سي، الانجل ديت اللي هي النجمه اكبر من انجل الدوت. طب ما اكيد السايد الاخضر اللي هو قصاد الانجل النجمه اكبر من البلو ايه؟ من البلو سايد ده، يعني اكيد طالما الانجل كبيره يبقى قصادها سايد كبير، والانجل الصغيره قصادها سايد صغير، يبقى نقول على طول therefore اللي هو عاوزه بقى اللي هو بي دي هيكون جريتر ذان السي دي. اثبتنا السؤال بتاعنا في خطوتين بساط جدا وخلصناه. question number 3. question number 3 بيقول لي يا مستر relation. question number 3 بيقول لي if our relation between x where x equal كذا وكذا 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 1 2 3 4 5 والاكس ريليشن مع الواي بحيث او means او تعني ان الاكس بلس واي equal 5 for all x belong to x والواي belong to y. عايز الدومين والرينج عايز الدومين والرينج وبيقول لي كمان of relation and represent it by R diagram. طيب يا مستر عشان نجيب الدومين والرينج والحاجات ديت بنجيب الاول الريليشن، بنجيب الاول الريليشن عشان نعرف الدنيا ماشيه معانا ازاي. تعالوا نجيب الريليشن كده. 1 and هو بيقول مجموعهم ب 5 يبقى 1 and 4 2 3 4 1 5 with 3 و 2. طب 5 لا يا مستر احنا كان المفروض يبقى 5 و0، طب ما عندناش 0 هيبقى ال5 مش معانا حاجه يا احمد يا هاشم. تمام. طيب طب عايزين الدومين، خلي بالك بقى الدومين هناخد كل الاكس 1 2 3 4 5. لا في هنا ده الدومين. تمام، ده المفروض بيطلع منه الارو. طيب الرينج الايمج بس، الرينج 4 equal 1 2 3 4 الايمج بس. طب عايزينها بالارو دياجرام سهله جدا يا مستر، ممكن نعملها هنا. ادي الارو دياجرام اهوت، هنا 1 2 3 4 5 وهنا 1 2 3 4 5. وبعد كده يا شباب نوصل بقى ال1 كان مع ال4 وال2 كانت مع ال3 وال3 مع ال2 وال4 مع ال1 وال5 ما راحلهاش حد ولا جالها حد، يبقى ديت الاكس وديت الواي. تمام. question number 4 ده طبعا واحنا من غير ما نشوف اي حاجه اكليديان ثيوريم. طيب هو عايز مين؟ عايز البروجيكشن بتاع question number 4 يا شباب من غير اي مقدمات، هو اكليديان ثيوريم. طيب انت عايز بقى من question number 4 بيقول لي عايز projection of EB on EC. EB on EC يعني عايز الاي دي. عايزين يا مستر الاي دي ده. طب يا مستر بس بسهوله جدا وبشكل مباشر جدا، احنا عارفين ان AB باور 2 equal AD multiply الAC، يعني 16 باور 2 equal الAD اللي هي بكام يا شباب؟ اللي هي اللي انا عايزها multiply 20، يبقى الAD equal 256 over 20 يعني الAD equal 12.8 سنتيمتر. سؤال سهل جدا وتطبيق مباشر في اكليديان ثيوريم. بيقول لي يا مستر find the area of the base of right pentagonal prism
الهايت ب 8 والفوليوم ب 168. برضه سؤال تافه جدا خالص. مستر احنا عارفين ان اي فوليوم في الدنيا الفوليوم ايكوال اريا اوف بيس ملتبلاي الهايت. طب الفوليوم بكام؟ 168 ايكوال اريا اوف بيس اللي احنا عاوزينها ملتبلاي الهايت اللي هو ابو 8، يبقى الاريا ايكوال 168 اوفر 8 ايكوال 21 سنتيمتر سكوير. Question number 6 يلا على السريع. بيقول لي A B C D are proportional quantities prove that A plus B over A minus B equals C plus D over C minus D. ده question number 6. طبعا طالما A و B C D are proportional يبقى ده proportional عادي. يعني هنقول A over B equal C over D equal K. معنى كده ان C equal DK وال A equal BK. ونبدأ نعمل substitute في left hand side و right hand side. left hand side equal A plus B over A minus B. ال A بكام يا شباب؟ ال A ب BK plus B over ال A هنا بكام؟ ب BK برضو minus B. اوكي؟ نقدر ناخد كومن فاكتور من هنا B، هيبقى B هيكون باقي لي K plus 1 over ناخد برضو هنا من تحت B، هيكون باقي لي K minus 1 B مع ال B مع السلامة، يتفضل K plus 1 over K minus 1. ندخل بعد كده يا مستر على الرايت هاند سايد. نفس الكلام بالظبط. الرايت هاند سايد equal C plus D over C minus D. يعني equal السي بكام يا شباب؟ ب DK، يبقى DK plus D. ننزل تحت DK minus D، ناخد كومن فاكتور دي، ده نفس الليفت هاند سايد بالظبط يا مستر. بلس 1 اوفر دي في K minus 1، K دي مع دي خلاص، يبقى الإجابة K plus 1 over K minus 1. ده الليفت هاند سايد وده الرايت هاند سايد. اقدر اسمي ديت 1 واقدر اسمي ديت 2 واقوم قايل from 1 و 2 left hand side equal right hand side. last question بيقول لي the club played 30 match. النادي بتاعنا بيلعب 30 match in the league. if the probability of a draw is 1 of matches، يعني ماتش واحد من ال 30 ماتش هو ايه اللي هيكون درو تعادل. of the matches is draw one match is 0.2، يعني احتمال التعادل 0.2، احتمال ان هو يتعادل 0.2. طيب واحتمال ان هو يفوز 0.5. طب بالمره احتمال انه يخسر، بالمره احتمال انه يخسر 0.2 0.5، يبقى اللوز 0.3. ما هم الثلاثه كلهم المفروض يكونوا 1. تمام؟ ولا في حاجه ثانيه غير كده؟ ما في يا اما فوز يا اما تعادل يا اما خساره. طب اداني التعادل واداني الايه؟ اداني التعادل واداني الفوز، باقي الخساره. طيب يبقى هنا اللوز 0.3. تمام يا عبد الرحمن؟ طيب بيقول لي the expected number of matches ended in draw. خلاص بسيطه جدا يا مستر، هنقول قايلين 0.2 multiply ال 30 ماتشز دولت هيبقى 6 ماتشز. ادي اول سؤال. expected number of lows، طب ما احنا عارفين اللوز ب 0.3، يبقى 0.3. خلي بالك لو قال لي probability اكتب 0.3 بس، لكن لما يقول لي expected number يبقى 0.3 multiply 30 تطلع ب 9 ماتشز. يبقى احتمال المكسب، احتمال التعادل 6 واحتمال الخساره 9 ماتشز. وبكده خلصنا اكزام 4 بالكامل يا شباب. والسلام عليكم ورحمه الله.